مغربية بإدارة إسبانية. فما هي حكاية مدينة سبتة؟ على الساحل الشمالي للمغرب وقبالة مضيق جبل طارق تقف المدينة. كانت تحت حكم المرابطين والموحدين والمارينيين قبل أن تحتلها البرتغال مطلع القرن ال15 كأول قاعدة أوروبية في شمال إفريقيا، ثم انتقلت بعدها إلى التاج الإسباني، وهي اليوم مدينة تتمتع بالحكم الذاتي التابعة لإسبانيا. يبلغ عدد سكانها 80,000 نسمة، نصفهم من المغاربة. فيما يواصل المغرب المطالبة باسترجاع سيادته عليها، إذ يعدها ثغراً محتلاً. إدارتها غربية نعم، لكن روحها مغربية، تشهد عليها جبال موسى وسواحل الشمال. هي النقطة الوحيدة في العالم التي توجد بها حدود برية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، لذلك تمثل بالنسبة لكثيرين هدفاً وحلماً من أجل الهجرة إلى أوروبا. فهل تعود سبتة يوماً ما إلى الأحضان المغربية؟